برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. في حلقة اليوم مشاهدينا احنا خصصنا الحلقة بالكامل للحديث عن هويتنا ومصريتنا وثقافتنا ولغتنا وحضارتنا. الحقيقة مصر مش مجرد دولة ولا وطن، مصر أمة. فالنهاردة هنتكلم عن الأمة المصرية مع أستاذ علم المصريات أو الإيجيبتولوجي، في علم بيدرس في كل جامعات العالم اسمه إيجيبتولوجي. هنتكلم معاه عن الأمة المصرية وعن زي ما قلنا الهوية واللغة والثقافة إلى آخره. وضيف حلقة اليوم مشاهدينا هو مؤسس منتدى حراس الهوية المصرية. حيوا معايا مشاهدينا الأستاذ سامي حرك. مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. مساء الخير بالفرعوني بتتقال إيه؟ أو مرحبا مثلا بالفرعوني. في هيرو نفر. هيرو نفر. هيرو نفر. هيرو نفر. أيوة. طيب احنا ممكن ندرس اللغة الهيروغليفية بتاعتنا في المدارس؟ يعني ده مطلب طالب به البعض، واستضفنا دكتور وسيم السيسي من سنة ربما قال هذا الكلام، وقال ان هو يعني اوصى وبيتمنى ان احنا في مناهجنا المصرية ندرس اللغة الهيروغليفية. انت ايه رأيك في الكلام ده؟ كلام محترم. اولا الهيروغليفية حروف، يعني اللغة المصرية مراحل كتابة بنقسمها على حسب نوع الكتابة اللي كان موجود. ففي مرحلة الكتابة بالحرف الهيروغليفي، مرحلة تانية الكتابة بالحرف الهيراتيقي. وكلها لغات مصرية ولا الهيراتيقي؟ لا، كلها حروف مصرية. هي لغة واحدة. تمام. مستمرة لغاية دلوقتي. تمام. إنما حروف بس مختلفة. تمام. فبالتالي يا ريت اللغة الأصل بتاعتنا لازم أولادنا يدرسوها. يعني أنا معلوماتي إنه كل دول العالم في مدارسها بتدرس الحضارة المصرية والحروف الهيروغليفية باعتبارها أساس كل شيء وأساس كل الحروف. فعلا. يعني احنا لو تتبعنا الحروف الهيروغليفية، حضرتك أول حرف في الهيروغليفي اللي هو شبه الصقر اسمه العقاب، لما بيتجرد كده بيبقى عامل زي الهمزة اللي هو حرف الآ، اللي هي الألف الآ، يعني بالظبط شكل الهمزة وشكل الإيه السمول اللي في الإنجليزي. هي نفسها. يعني بالفعل علم الإيجيبتولوجي زي ما احنا بنقول، لأن الناس بتعتقد إن احنا بنبالغ أو إن عندنا شيفونية، مش فعلا الإيجيبتولوجي بيدرس في كل جامعات العالم؟ يا فندم، علم المصريات يا فندم، بلجيكا فيها جامعة مكونة من 12 كلية. الجامعة كلها اسمها ايه؟ جامعة الإيجيبتولوجي. الله. وفيها هو علم المصريات. وفيها 12 كلية من أنواع مختلفة من علوم المصريات. يعني هم دارسين لغتنا واحنا هنا مش دارسينها. بقول لحضرتك جامعة كاملة مش كلية. احنا عندنا يدوب قسم في كلية الآثار في كلية واحدة بيدرس هيروغليف. لا، ده علم العالم كله بيدرسه والعالم كله بيستفيد والعالم بيأصل بيه أساس العلوم كلها. فلازم مصر يبقى فيها حاجة زي كده. مصر لازم يبقى فيها مادة خاصة بدراسات الهوية المصرية، يكون علم المصريات هو الأساس بتاع العلم ده، واللغة المصرية من ضمن يعني الدراسات الهوية المصرية، والتاريخ المصري. احنا طبعا عندنا في التاريخ في دراسة للتاريخ المصري، إنما لما يبقى مادة مستقلة اسمها كده دراسات الهوية المصرية شاملة يدرسها الطالب ويتأسس بيها، هنلاقي الموقف مختلف. في جانب تاني، ده مش بس المواطن العادي أو الناس العاديين، لا ده ناس متخصصين. يعني عندنا حضرتك فيه مرشدين سياحيين، دي مهنتهم اللي درسوها في الكلية، ويطلع وياخد الناس ويقول لهم دي الآثار، دي التماثيل دي عبارة عن أصنام ودي حاجات وثنية، ويعني ايه بينبه الناس انه يعني بس يتفرجوا ويمشوا. هل حد عمل كده؟ طبعا في. طب تم التحقيق معاه مثلا ولا ايه يا فندم؟ ولا تحقيق ولا حاجة. دي ثقافة منتشرة بصورة بس كبيرة جدا. مرشد سياحي ده شغله، ده رزقه أكل عيشه. أيوة. يعني هو فاهم إن مع إنه قدماء المصريين
أخلاقهم وضميرهم، ونتابع المبادئ اللي بيكتبوها، قمة الدين طب. وقمة المعرفة بالإله الخالق. بالعكس، أنا أعتقد أنه مصر القديمة هي المصدر الأول للأفكار الدينية في العالم كله. صحيح. وفي قوانين الماعت ال 44 طبعا بالظبط. اللي كلنا يا ريت يعني نطلع على قوانين الماعت ال 44 في كتاب الموتى ونشوف. والماعت هي تقريبا اول وزير يعني اول قاضيه في تاريخ العالم كله كانت الماعت، وريشه الماعت التي تستخدم يعني علشان تحقيق العداله، او كان يوزن قلب المتوفي قدام ريشه الماعت. لو قلبه يعني آثم قلبه وطلع أتقل من خف الريشة يدخل النار، لو طلع أخف من الريشة يخش الجنة. بالظبط. معت رمز للحق والعدل والاستقامة. بالظبط كده. وبالتالي هي اللي بتشرف على المحاكمة، والريشة بتاعتها اللي بيتوزن زي ما حضرتك قلتي، بتوزن بيها الأعمال من خلال وزن القلب. المفروض ان القلب يبقى محمل بأعمال الإنسان الخير. كل مبادئ الصح والغلط اللي موجودة في العالم، أو الوصايا زي ما بيتقال، زي ما في الوصايا العشر في ال 44 قانون اللي وضعتهم الماعت، يعني بالزبط. لو سمعناهم والله يعني او قرأنا بعضهم هنبكي. يعني لم اتسبب في تعاسة احد مثلا، يعني الانسان عشان يخش الجنة لازم لا يتسبب في تعاسة احد، لا يلوث مياه النيل، لم يقتل النفس، والى اخره. تقريبا هي نفس مبادئ الاديان. مشاعر جميلة جدا. طبعا السرقة اسمها أنا لا أسرق، اسمها اعترافات إنكارية. بالظبط. بيحاول الميت أو روحه يعني ينفي عن نفسه التهم، تبرأ نفسها من التهم والأعمال القبيحة. فأنا ما سرقتش، أنا ما زنتش، أنا ما كدبتش، أنا ما ضرتش حد، أنا ما لوثتش مية النيل، أنا ما لم أقتل، لم أتسبب في تعاسة الآخرين. من ضمن النصوص الجميلة ما يوازي المعنى اللي احنا بنعرفه، ان هو أنا ما قطعتش عيش حد. الله. يعني أنا بحاول أقولها بكلامنا المصري الجميل البسيط، إنه ده معناها. يعني الإنسان ده إنسان حساس وحاسس بجاره وحاسس بالناس وبالطير والحيوان. فيه نصوص خاصة بإيذاء الطير والحيوان، إنه لم يتعمد إيذاء لا طير ولا حيوان ولا كائن حي. تتخيل حضرتك الإنسان اللي بالمشاعر الجميلة دي يتقال عليه إنه دول عبدة أصنام، أو إنه دول أو إله التوحيد. عندنا إخناتون بطبيعة الحال. إخناتون ملك طبعا. يعني روج لمبادئ توحيدية. صحيح. اللي منها معظم الأفكار التوحيدية. تمام. ده قبل الديانات الإبراهيمية كمان. يعني حضارتنا الفرعونية وحدت بالله الواحد الأحد قبل الديانات الإبراهيمية الثلاث. ده كلام سليم. وأكتر من موضوع إنها في عهد إخناتون، لا، ده عهد إخناتون ده تقريبا 1300 ومثلا و90 أو 1000 حاجة زي كده يعني. لكن قبل إخناتون مثلا ب1000 سنة عندنا هرم ونيس، اللي هو بيتنطق الخواجات بينطقوه أوناس، اللي في سقارة، اللي فيه أقدم متون أهرامات. هنلاقي النصوص التوحيدية إن الإله واحد، وأنه الإله ينظر إلى قلوبكم، وكل الأفكار اللي هي موجودة دلوقتي الدينية هنلاقيها موجودة في هرم ونيس. وعلى جدران المعابد أيضا نجد. بعد كده موجود في جدران البرابي اللي هي المعابد. البرابي كانت بتقوم بدور مهم جدا في إدارة المجتمع المصري القديم. يعني البربة أو اللي هو المعبد يعني مش لا جامع ولا كنيسة، ما بيقومش بدور لا الجامع ولا الكنيسة. البربة بيخدم يعني ايه؟ فلاح البقرة بتاعته تعبانة،
يدور على، احنا دلوقتي يروح لوحدة بيطرية، لا يروح البربة ده يلاقي فيه هناك ناس متخصصين يقولوا له تعمل ايه. عنده مشكلة في الزراعة يروح لها. النجار مش عارف عاوز الحداد اللي بيعمل العناصر، يعني كل الست ولدت والولادة فيها مشكلة، تروح البربة ده او المعبد تلاقي فيه حاجة اسمها المميزي، يعني قسم ولادة. فالبربة المصري او المعابد المصرية هي اللي كانت بتشرف على المجتمع، موازية لدور الملك او المؤسسة الملكية اللي هي بتشرف على الجيوش والعلاقات الخارجية ويعني الاستراتيجية العامة للدولة. او نقدر نقول وزارة الخارجية موجودة في المؤسسة الملكية، ووزارة الداخلية والحكم المحلي موجودة في البربة. يعني البربة او المعبد المصري كان هو الإدارة الفعلية للمجتمع، مركز الحكم، إدارة المجتمع من المعبد، بالظبط من المعبد كده. المصري. هل بالفعل اللغة المصرية هي أصل الكلام؟ وهل كلامنا العربي اللي احنا بنتكلمه أصله مصري؟ يعني الكلام ده احنا سمعناه والبعض مش مصدقه أو مش عارف يتخيله. شوفي يعني حضرتك، أنا ليا كتاب اسمه بنتكلم مصري، بنتكلم بالظبط. مصري. وقلت إن اللغة المصرية القديمة لها قواعد ولها ضوابط، وإن صح. في زي النحو كمان موجود في اللغة المصرية القديمة. اللغة المصرية طبعا لها قواعد، واللغة المصرية الحالية لها قواعد. يعني لو قلنا ان فيه 4 مراحل مهمة للغة المصرية: هيروغليفي، هيراتيقي، ديموطيقي، قبطي، هنقول ان المرحلة الخامسة هي اللي احنا بنتكلمها، اللي انا وحضرتك بنتكلم بيها دلوقتي. طب ايه الفرق او الحدود الفاصلة او المتشابهة او حتى المختلفة ما بين لغتنا الحديثة واللغة المصرية القديمة؟ لا، فروق بسيطة، فروق بسيطة في القواعد وفروق بسيطة في الألفاظ نتيجة التطور ومرور الزمن والاحتكاكات. إنما أنت حضرتك تقدري تعملي يعني تعرفي إنه الكلام بتاعنا ده كلام مصري نتيجة إن هو إحنا مثلا ملتزمين بالجملة الاسمية زي قواعد اللغة المصرية القديمة، عكس العربي. العربي ملتزم بالجملة الفعلية. طب ممكن مثال عشان لتقريب الصورة يعني اكتر شوفي للناس؟ حضرتك جملة اهي بالعربي: ذهبت سعاد الى السوق. تمام. دي جملة فعلية بتبدأ بفعل ذهب، تمام. وعلى النمط العربي. لو اي مصري او اي مصرية قالوها مش هيقولوها كده. هيقول سعاد أيوة، راحت السوق. هيقولوا سعاد راحت السوق. قلبوا الجملة من فعلية لاسمية. تمام. فإذا احنا بنتكلم بطريقة مختلفة. الجملة العربية أو الجملة العربية قايمة على فعل المضارع. الجملة المصرية بتحول كل فعل مضارع لماضي إلى مستمر، إلى فعل حاضر مستمر. ما هو مضارع يعني حاضر. والحاضر المستمر هو الواقع.
لأنه المضارع ده يكاد يكون مش موجود، أو الحاضر ده يكاد يكون، لكن في الاستمرار. بنعمل إيه؟ يكتب، يقرأ، يأكل، يشرب، إلى آخره من الأفعال المضارع. المصري ببساطة يحوله يقول إيه؟ بياكل، بياكل، بيشرب. مم. فبيحط أداة تفيد إيه؟ الاستمرار. الاستمرارية. مم. الجملة العربي ما فيهاش يعني فيها مضاف ومضاف إليه. المصري عنده زي الإنجليزي في أداة إضافة، يعني في الإنجليزي يقولوا كينج أوف كذا، تمام. لورد أوف كذا. المصري نفس الحكاية. يقول مثلا إيه؟ سائق السيارة، لما نيجي نقولها احنا بالمصري هنقول إيه؟ السواق، السواق بتاع العربية. فبتاع، بتاع ده أداة إضافة. مم. صحيح. صحيح. الجملة المصري فيها حاجة اسمها فعل مساعد، برضه زي الإنجليزي والفرنساوي. فيرب اتر في الفرنساوي، وفيرب تو هاف، وفيرب تو بي في الإنجليزي، أفعال مساعدة. هنلاقي عندنا يقول إيه؟ الحاجة الفلانية يبقى. مم. يبقى دي حاطينها في كل جملة. وبعدين واحد رايح ينام، نقوم نقول ايه؟ فلان قام نايم. ايه قام؟ هو راح ينام. مم. يعني قام دي فعل مساعد، مم. او يعني قام دي فعل مساعد. نقول قام نايم، او قام قاعد، او قام واكل، او قام شارب. صحيح. فدي وحضرتك وضعت كل هذه القواعد في كتابك بنتكلم مصري. بالظبط. في الجزء، في الطبعه، في الجزء الاولاني 224 بقوا 228 قاعده الله. مشروحين. طب وبعض الكلمات مأخوذة يعني على حد علمي أيضا من اللغة المصرية القديمة، مثلا كلمة صبح بالظبط. موجودة، يعني أظن في صبح وعشاء. كل ده كلام مصري، كلام مصري قديم. كلام مصري. يعني كانوا بيقولوا برضو صبح وعشاء. ما أنا بطلعه من الهيروغليفي. فما دام طلع من الهيروغليفي يبقى ده أقدم مرحلة موثقة تقريبا في الوجود. فالحرف أو الكلمة نفسها زي ما هي موجودة من آلاف السنين احنا بنقولها. احنا بنقول عيش. وعندهم عيش. احنا ما هو عندهم عيش. يعني الدول العربية كلها تقول خبز، ونيجي هنا في مصر نقول عيش. دي كلمة قديمة، ما كلمة مصرية. عشان زي أنبو اللي بيقولها الطفل معناها اسقيني تقريبا. أنبو يعني زي مية في القبطي. في القبطي. إنما فيه كلام حقيقي، كلام حقيقي احنا بنستخدمه في حياتنا. أنا أقول لحضرتك على حاجة برضو. يعني حتى الأسماء، يعني في اسم مثلا زي صبحية ده موجود في لبنان، موجود في مصر. زي صبحة ده اسم ست. كل ده مشتق أظن من الأسماء الفرعونية. الجدر بيتصرف منه. وصبحي بالظبط وصبيح. صحيح. كل دي تصريفات. يبقى ده أصله لغة مصرية قديمة. بالظبط كده. الجذور مصرية قديمة. في كتابي حضرتك عملت بحث على الجذور الموجودة في القرآن الكريم. وده هيثير سؤال، طب ده حصل ازاي؟ يعني ايه العلاقة؟ وازاي دخلت، وازاي أثرت اللغة المصرية القديمة على اللغة العربية؟ تمام. في مرحلة لأن هي الأسبق، فبالتالي أكيد هي اللي أثرت. هي الأقدم وهي الأسبق. فأثرت ازاي؟ فيه مرحلة من تاريخنا اسمها مرحلة الهكسوس. مرحلة الهكسوس دول، الهكسوس عبارة عن 40 عشيرة. العشاير الهكسوسية فيه منهم 3 عشاير مميزة: عشيرة العبر، وعشيرة العرب بتصريفة بين العبر والعرب، وعشيرة السبأ. دول، وفي عشيرة كنعانية، وفي عشاير تانية، وفي عشيرة أرامية. واللغة الرئيسية بتاعة الهكسوس هي اللغة الأرامية. اللغة الأرامية دي اتكونت هنا في مصر أثناء الوجود بتاعهم. هم قعدوا حوالي 300 سنة، منهم 150 استضافة. يعني احنا استضفناهم
وكان عندهم ظروف معينة وبدأوا يلجأوا لمصر. بعد ال 150 سنة اتحولت الاستضافة إلى احتلال. فإذا قعدوا 300 سنة، يعني 10 أجيال ياكلوا ويشربوا ويلعبوا ويتعاملوا، وعرفوا أسامي وعرفوا مصطلحات ووظائف ومهن وصناعات وإلى آخره. وثقافتهم كلها ولغتهم الآرامية اتكونت هنا في مصر. فبعد طرد الهكسوس العشاير دي اتفرقت في المنطقة، وظهر بعد 200 سنة من الطرد اللغة الآرامية بدأت ظهرت كاملة. احنا عارفينها دلوقتي الآرامية، والآرامية دي اللي طلع منها السوريانية، واللي طلع منها العبرية، واللي طلع منها العربية. وبالتالي المصدر واضح جدا، ونقدر نعمل نوصل بين علاقة اللغة المصرية وعلاقة الآرامية بالعربية. فعشان كده لما عملت بحث في القرآن الكريم تبين لي وجود 970 جدر من أصل 1600 جدر اللي هم إجمالي جذور القرآن الكريم. يعني بنسبة 60% تقريبا من جذور القرآن الكريم كلها ألفاظ مصري. يعني حضرتك مثلا كلمة مع دي في الهيروغليفي 4000 سنة ولا 5000 سنة متسجلة عندنا، مكتوبة مع نفس النطق، الميم والعين. الميم اللي هو حرف البومة، والعين اللي هو الدراع. هنلاقي نفس الحرفين دول بنفس النطق ونفس المعنى. يعني حتى القاموس الإنجليزي كاتب في معناها تحت إيه؟ وز. ونفس المعنى. شوفيها هتلاقيها مع دي موجودة في القرآن يعني مثلا 200 مرة ولا أكتر. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سامي حرك على وجودك معنا في هذه الحلقة. وبالفعل يعني بنطالب وبننادي بتعليم وتدريس اللغة المصرية القديمة في مدارسنا وفي جامعاتنا، زي ما علم الإيجيبتولوجي بيدرس في كل جامعات العالم. أنا بشكرك جزيل الشكر يا أستاذ سامي على وجودك معنا، ويا ريت إن احنا نستكمل هذا اللقاء في الحلقة المقبلة لو وقت حضرتك يتسع. العفو، تحت أمركم. أنا بشكرك جزيل الشكر، وبشكركم مشاهدينا، وخليكم دايما معنا على شاشة الفضائية المصرية في برنامجكم ثقافة وإبداع.